تصريح من أبي أحمد هيتم ملء السد في ميعاده رغما عن أي حد، والمقرر ملئه في شهر 7 الجاي. تعالوا نشوف سبب التصريح وليه التعنت من أبي أحمد. كل التفاصيل في الفيديو، تابعونا للنهاية. ولو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بعد اجتماع في المجلس الأمن القومي الأثيوبي، صرح أبي أحمد إن هناك جهات خارجية بتدعم الفوضى وزعزعة الاستقرار، وإن الفوضى المفتعلة وزعزعة الاستقرار دي هدفها إننا ما نملاش السد في ميعاده، واللي مقرر إن هم هيملوه في شهر 7 الجاي. وطبعا كان القصد من الجهات الخارجية اللي هو بيتكلم عليها مصر والسودان. والأكيد والواضح من كلامه والهدف من التصريح بتاعه هو التعنت، مش أكتر من كده. وكان التصريح بتاعه نصا كالآتي: هنملى السد في ميعاده شاء من شاء وأبى من أبى. طيب، هل الفوضى الأثيوبية الداخلية مفتعلة خارجيا فعلا ولا كانت موجودة من قديم الأزل؟ ده اللي هنفهمه مع بعض في الفيديو. أبي أحمد حصل على جائزة نوبل للسلام لما وقف الحرب بين أثيوبيا وإريتريا، ولكن في الحقيقة جائزة نوبل كانت مجرد مناكفة لمصر. أبي أحمد عنده انتخابات في شهر 6 اللي جاي، يوم 5/6 بالتحديد، يعني تقريبا بعد شهر من النهاردة. علشان كده بيطلع يصرح التصريحات بتاعته دي، تصريحات فيها نبرة من الفتونة، وده علشان يلم الشعب حوالين ويكسب أصواتهم وبالتالي يكسب الانتخابات. رغم ان الأورومو اللي هو يعتبر منهم في فئة كبيرة جدا منهم مش معاه، وده من ساعة حادث مقتل المطرب المشهور بتاعهم اسمه هونديسا، وده من الأورومو برضه. يعني من الآخر الأورومو كلهم مش معاه. طيب، ليه أبي أحمد صرح التصريحات دي؟ طبعا هو صرح التصريحات دي علشان هو حاسس ان هو كده كده غرقان، فحب يجيبها في المصريين وصرح التصريحات اللي قال فيها إن الزعزعة وعدم الاستقرار الداخلي سبب ودعم خارجي، وكان يقصد بيها مصر والسودان وبالتحديد مصر. فحب يعمل مصر شماعة إنه يعلق عليها فشله وعدم الاستقرار الداخلي، ولما السفينة تغرق يقول ده كان سبب غرق السفينة مصر والسودان. نقطة بسيطة عايزين نوضحها مع بعض، إن أبي أحمد في مشاكل ضخمة جدا داخليا لا هو ولا غيره هيقدر يحلها، وده يرجع لأن المشاكل دي موجودة منذ وجود الدولة الإثيوبية، وهنشرحها دلوقتي مع بعض. إريتريا كانت ضمن الدولة الإثيوبية ودخلت صراعات مع السلطة الحاكمة من عام 1962 حتى 1993 لحد ما أصبحت دولة مستقلة في 1993 واعترفت بيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. إريتريا عدد سكانها 5 مليون نسمة، في حين إن عدد سكان أثيوبيا 103 مليون نسمة. الأورومو لوحدهم بيشكلوا 35 مليون نسمة، يعني تقريبا 30% من عدد سكان أثيوبيا. بناء على اللي حصل مع إريتريا وإن هي كانت في صراعات داخلية مع السلطة الحاكمة وكانت بتنادي بالاستقلال وفعلا حققته سنة 1993 في إقليم تاني اسمه التجراي. التجراي هو إقليم عدد سكانه 6 مليون نسمة، وعندهم لغتهم الخاصة وعندهم كل المقومات وكل الشروط اللي بتأهلهم إن هم يستقلوا بذاتهم زيهم زي إريتريا. ولذلك إقليم التجراي بيحاول منذ استقلال إريتريا إن هو يستقل هو كمان ويكون دولة مستقلة وخاصة بذاتها زيها زي إريتريا، خصوصا إن إقليم التجراي فيه قاعدة عسكرية كانت أنشئتها أثيوبيا أيام الحرب مع إريتريا، وده بيخليها مركز قوة تقدر من خلاله إن هي تتكلم بصوت عالي وتطالب بالاستقلال. علشان كده هي في صراع دائم مع أبي أحمد، والصراع ده وصل لحد الحرب. يعني الطيران الأثيوبي ساعات بيطلع يروح يضرب إقليم التجراي وبيرجع تاني. واحنا زي ما قلنا إن إقليم التجراي ليه الحق في الاستقلال بناء على استقلال إريتريا، وده لعدة أسباب، ومن ضمنها إن عدد سكانهم 6 مليون نسمة، إن هم ليهم لغتهم الخاصة،
ليهم طقوسهم الخاصة، ليهم قوميتهم، وبالتالي في أي وقت تقدر إن هي تستقل. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن الصراعات دي موجودة أصلا من قديم الأزل، منذ نشأة أو منذ وجود الدولة الأثيوبية، وليست أمور حديثة مفتعلة خارجيا زي ما صرح أبي أحمد. طيب لحد كده هي دي بس المشاكل الداخلية؟ لا طبعا، في إقليم تاني اسمه إقليم شعوب الجنوب. إقليم شعوب الجنوب هو كمان في صراعات مع السلطة الإثيوبية، وبيحاول إن هو يستقل أسوة بإريتريا، وزي ما إقليم التجري هو كمان عايز. إقليم شعوب الجنوب هو إقليم فيه 17 مليون نسمة، حوالي 50 قومية، وهو كمان عايز يكرر النموذج الإريتري. وفي قومية داخل إقليم شعوب الجنوب اسمها سيداما، ودول قريبين جدا من جنوب السودان وعايزين يبقوا دولة هم كمان. كده يبقى عندنا إقليم شعوب الجنوب 17 مليون حابب إن هو ينفصل، وعندنا إقليم التجراي 6 مليون وحابب إن هو يتفصل، وعندنا الأورومو 35 مليون اللي أبي أحمد منهم. كل دول نزاعات وخلافات ومشاكل داخلية، واللي أساسا كانت سبب بإن إثيوبيا كان ليها اسم تاني اللي هو الحبشة قديما. والحبشة معناها القوميات والأعراق المختلفة والمتداخلة. كده أنت بتتكلم عن دولة فيها 100 لغة، بتتكلم عن دولة فيها 5 قوميات، كل قومية ليها الحق إن هي تستقل بذاتها وتكون دولة خاصة بيها. بالتالي هي دولة متفككة ومنهارة داخليا، وفيها كم من المشاكل اللي تخليها ممكن تنهار في أي وقت. بالتالي لما نيجي نحسبها بالعقل، لما بتتكلم عن دولة فيها كمية الصراعات والنزاعات الداخلية دي، والرئيس أو المسؤول بتاعها بيدور على الصراعات الخارجية قبل ما يبص على الصراعات الداخلية بتاعته ويحلها الأول، وإن هو يطلع ويقول تصريحات ويعمل مشاكل خارجية قبل ما يحل مشاكله الداخلية، فهو حاجة من الاتنين: يا إما هو ما عندوش عقل وما عندوش فكر، او ان هو بيجري ورا مصالح شخصية لا تمت للدولة بصلة. فلما تيجي يبقى عندك كل المشاكل الداخلية دي وتطلع في تصريح واضح وصريح وتقول انا هملى السد، يبقى معنى كده انت عايز ومن مصلحتك الشخصية ان السد ينضرب. وبالتالي لو السد انضرب هيطلع في تصريح تاني يوم يقول ان مصر والسودان هم اللي خربوا اثيوبيا، وان هو ملوش اي علاقة بالمشاكل الداخلية، وهيلاقي شماعة يعلق عليها مشاكله. يبقى احنا كل المعلومات اللي احنا سردناها النهاردة ممكن تكون غايبة عن معظم الناس، ما يعرفوش ايه تفاصيل المشاكل الداخلية. احنا قلناها في عجالة، ووضحنا ان فعلا المشاكل الداخلية موجودة منذ بداية الدولة الأثيوبية، وان مفيش اي تدخلات خارجية في الازمات الداخلية لأثيوبيا زي ما طلع وصرح. فئة كبيرة من الشعب المصري بيقولوا ليه الرئيس المصري ما ضربش السد لحد دلوقتي ومستني ايه والكلام ده كله. انا طبعا ضد الفكرة دي لحد دلوقتي، وانا أؤيد القرار الرئاسي في عدم ضرب السد لحد اللحظة دي، لأن طبعا مش أي وقت ولا أي قرار ممكن يتاخد بالسهولة. الرئيس المصري عمره ما هينتظر لمرحلة التعطيش اللي الشعب المصري خايف منها، ما تقلقوش. والدليل على كده ان هو طلع وصرح وقال كل الحلول مطروحة، فما ينفعش ان في قرار زي كده يتاخد في اي وقت. الانتخابات الاثيوبية زي ما قلنا قدامها شهر. انا من وجهة نظري اعتقد بنسبة كبيرة ان ابي احمد مش هيكمل او مش هينجح في الانتخابات، فمش عايزين نسبق الاحداث ونقول ان السد هيتملي في شهر 7 وان احنا مش عارفين نضرب او مش هنضرب او الكلام ده. فاحنا نسيب الامور تمشي في مجراها، ان شاء الله الامور هتبقى خير، مش هنوصل لمرحلة التعطيش. الإدارة المصرية هتقدر إن هي تتعامل مع الوضع بكل سلاسة وبكل. أتمنى أكون أفدتكم في الفيديو بمعلومات، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.